عجعجنها علي. خلف لي تحسن لي. مساء الخير. ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد آل محمد. شوف شلون يحبه. تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وآل محمد. أظن هنا الدجاجات الكويتيات الفريات والديك الشمسي والمطوقات كذلك موجود بيهن. وهذا هنا سويت لهن كذلك رفوف. تعال تعال. الدجاج العربي يونس، حلو والله. مساء الخير، وشلونكم عيون وحياكم الله. قبل فترة قلت لكم ما زالت تريد تربي دجاج لازم نشوف لك محل شخص يبيع مخضر ودائما تسوق مخضرات بيتك من عنده. ليش؟ على مود توصيه هذا الشخص دائما الفضلات الشغلات التلف اللي تصير عنده بالمخضر بالخضرة يخليها يبقيها إلك. وهاي اليوم انا هذا صاحبي جبت من عنده خس ما شاء الله. هذا ورق خس، هاي علاقة، وهاي العلاقة خيار طماطم بوتيتا بصل كذا. هاي جبتها الدجاجات. طبعا هاي العلاقة اخذت من عندها هسه راحوا قاعد يثنمون بيه للدجاج، وهذا همين راح اخذ من عنده. هاي بروتينات وشي طبيعي مفيد كلش. يعني دائما الغذاء الرئيسي اللي انت تعتمد عليه بدجاجك الصحي واللي تريده نشط وكذا دائما تعطيه خضرة فواكه. هاي الامور طازجة تنطيه وجبة باليوم. كذلك تنطي علف درجة اولى نوعية جيدة تعطيه وجبة باليوم. وتجيب له الشيء الثاني اللي هو حب مخلوط، هذا اللي يستخدمونه بالحمام، حب مخلوط تجيب له. لأن 3 أشياء ذن رئيسيات، يعني ذن يومية تعطي من عندهن. الصبح تعطيه دائما أقسمها إلك، الصبح تنطيه مخلوط مات حمام تعطيه للدجاج مالتك. الظهرية خصوصا بالشتاء يعني صار الجو مثلا بارد، فالظهرية شوية الجو يكون معتدل وحلو، تعطيه خضرة. شنو الموجود عندك؟ أي نباتات خضرة فواكه كذا تثرمها إلى وتنطيه إياه. والعصر تعطيه علف، تنطي العلف مالته على مود يبقى يمه بالليل جوع كذا ياكل من عنده. حبيت افيدكم بهذه المعلومة البسيطة، وتحياتي للجميع. مزرعة الطائي للدواجن. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح انطيهم بيدي خس ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد آل محمد. شوف شلون يحبن الخضرة والخس. دائما عودهن هيك انطيهن. بالشتاء موجود الخس بكثرة، خلي يتعودن هيك يصيرن أليفات وياكلن من ايدك اكثر، وبفائدة كلش كبيرة. بابا جيب لي منك، جيب لي بعد كمية. شوف الدندراويات من ورا السيم ويباوعن هم يريدن هسه شوية وارد انطيهن. يلا اكله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا هاك وخر، لا تخليه يطلع. تعال طبعا الدجاج يخرب على الخضرة خاصة موسم الشتاء.
ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى ذيك ام الكتاكيت تخرب على فوق، خطيه من ورا السيم ويحوسن. طبعا دندراويات نزرات ابد ما معلمهن ياكلن من العيد، لان ما معلمات فقط عنهم. هسه احاول، هسه قاعد يقترب، نشوف شوي شوي يريد يأمنن. خافن من عندي، شوف مشتهيات الخس، بس الخوف يقول لك الخوف يعدل الشوف. شو تقولين؟ يلا راح اشم رايلتن، يلا هناك وكلن. بسم الله يلا. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. حتى الكتاكيت أمينة يحبن ياكلن الخضرة. دبلين بابا، دبلين بابا. اجي يمك، هذا اليمك. ما شاء الله تبارك الرحمن. ونرجع للحبايب للحلوين. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على محمد وآل محمد. أظن هنا الدجاجات الكويتيات الفريات والديك الشمسي والمطوقات كذلك موجود بيهن. وهذا هنا سويت لهن كذلك رفوف، لأن إن شاء الله أعمار صار 5 أشهر، يعني هالشهر هذا إن شاء الله راح يبلشن يبيضن. فجهزناهن مكان خاص لهن، شي مرتب إن شاء الله. وجبنا لهن خضرة، وراح ندبلهن خضرة. هن خايفات، شوف شلون خايفات، كلش خايفات. راح نعطيهن خضرة. يلا نزلن. خايفات حيل خايفات. راح اتركهن، خليهن ينزل ياكلن، لان كلش خايفات ما متعودات انه واحد ينزل يمهن، خافن من البشر. كمل ويا البقية. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعندنا هنا الدجاجات العربيات، هذا ديجة برقيبة، وورد الباقي بورسان ذني، وهذا دجاجات بيض، وهاي السوداء. وعندنا هنا هاي الرمادية، هناك برقيبة كذلك جبنا لهن خس، وراح ننطيهن. تعالن. الدجاج العربي يونس، حلو والله. خايفين؟ يلا هاكم. خرب دينارك. عجعجنها علي. خلف لي تحسن لي.